السلام عليكم. زلزال سياسي يقترب. وزير الداخلية بتكليف مباشر من الملك يرفع البطاقة الحمراء في وجه أعتى الكائنات الانتخابية. لائحة سوداء تهدد بإسقاط أسماء كانت تحسب نفسها فوق القانون، وأحزاب تستعد لأسوأ مفاجأة قبل انتخابات 2026. انتهى زمن الزواج بين المال الفاسد والسياسة. من قلب وزارة الداخلية انطلقت الشرارة، تعليمات ملكية صارمة: لا مكان للفاسدين، لا حصانة للمزورين، ولا فرصة ثانية لمن لوثوا الحياة السياسية. أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس يريد انتخابات نزيهة نظيفة لا تلطخها أموال الحرام ولا تدنسها وجوه الكائنات الانتخابية التي عاثت في الأرض فسادا لسنوات. لفتيت وزير الداخلية يمسك بخيوط اللعبة بيد من حديد، ويبدأ حملة تطهير غير مسبوقة في البلاد ترعب الكائنات الانتخابية حتى قبل بداية السباق. والرسالة واضحة لا لبس فيها: 2026 لن تكون كسابقاتها. فمباشرة بعد أن استلم التكليف الملكي فتح وزير الداخلية كل الدفاتر السوداء. العشرات من الأسماء وربما المئات سيتم وضعها في قائمة المنع: برلمانيون سابقون، رؤساء جماعات، ووجوه تعودنا على رؤيتها في الحملات الانتخابية لسنوات وهي توزع المال تحت الطاولة والوعود الكاذبة فوق المنصات. لكن هذه المرة اللعبة تغيرت. لا حصانة أو حماية حزبية، لا وساطات نافذة، ولا باب خلفي للهروب. من اعتاد أن يشتري الأصوات، من استعمل المآسي والمناسبات لاستغلال البسطاء، من وزع السكر والزيت مقابل التصويت، جميعهم الآن تحت مجهر وزارة الداخلية. الدولة تقول الآن بكل وضوح: من أراد الوصول إلى الحكم عبر انتخابات 2026 فليأتي عبر صناديق نظيفة، وإلا الخبر في راسكم. مصادر خاصة تكشف بأن الفتيت لم يكتفي بالمنع فقط، بل أرسل لجان تحقيق إلى مناطق ومدن محددة حيث كانت الخروقات الانتخابية جزءا من المشهد اليومي، والهدف قطع الطريق على أي محاولة أخرى لإعادة تدوير نفس الوجوه وإغلاق الباب أمام كل التحايلات التي كانت تعطي الشرعية لفساد مستمر منذ عقود من الزمن. اليوم أصوات كثيرة من الشارع المغربي تصفق لهذه الخطوة، لكنها تتساءل: هل ستصمد الداخلية أمام الضغوط الحزبية؟ هل ستنجح في فرض تنظيف العلبة قبل انطلاق السباق الكبير؟ في المقابل حالة من الاستنفار غير المسبوق تعرفها البلاد: اتصالات ببعض الأصدقاء القدامى، رسائل غير مباشرة بحثا عن وساطات، تقديم وعود والتزامات بإصلاح السيرة والسلوك، اجتماعات سرية في مقرات الأحزاب، سيناريوهات طوارئ للبحث عن مرشحين بدلاء أو حتى عن أحزاب أخرى يمكن التسلل عبرها إلى البرلمان. حالة من الهلع والارتباك تعيشها معسكرات النافذين، لكن وكما نقول ونؤكد عليها، هذه المرة اللعبة أصبحت مغلقة والمفتاح بيد الملك. 2026 موعد تاريخي كبير يمكن أن يغير وجه السياسة المغربية إلى الأبد. لكن وبينما يصفق الشارع هناك من بدأ يعض على أصابعه في صمت. في مكاتب حزبية مغلقة أصوات مرتعشة تهمس: إذا خرجت هذه اللائحة إلى العلن فتقريبا نصف قيادتنا ستسقط. بعض الزعامات الحزبية التي كانت تراهن على مرشحيها المخضرمين رغم سوابقهم تجد نفسها الآن أمام حالة فراغ قاتل في خريطة الترشيحات. لا شيء.
والمفارقة الصادمة نفس القيادات التي كانت تهاجم وزارة الداخلية في الكواليس في السر تريد اليوم أن تتوسلها سرا للإبقاء أو غض الطرف على رموزها بين قوسين في السباق الانتخابي المقبل، ولو كان الثمن التحالف مع خصوم الأمس. الأدهى من كل ذلك أن بعض الفاسدين يفكرون في الهروب إلى أحزاب صغيرة أو لوائح مستقلة، كمن يغير جلده ليعود إلى الحلبة من نافذة جانبية. لكن وهذا أمر مؤكد لا لبس فيه، وزارة الداخلية تتابع هذه التحركات بدقة، واللائحة السوداء لن يسقط منها ولو اسم فاسد واحد، حتى ولو تم تغيير الحزب أو الشعار أو حتى حسن السيرة والسلوك. وفي زاوية أخرى من ملف الانتخابات المقبلة، تحريات دقيقة ومعمقة تباشرها أيضا وزارة الداخلية مدعومة بتقارير من المقدمين أعوان السلطة، والتي كشفت عن حجم صادم من الفساد المستشري في مفاصل العملية الانتخابية. فخلف الأبواب المغلقة عذرا كانت تحاك خيوط التلاعب في الصفقات العمومية، وينهب المال العام بدم بارد، وتزور الوثائق وتخان الأمانة بلا رادع ولا خوف من المحاسبة. والنتيجة كانت زلزالا سياسيا أطاح هذه الأيام بأكثر من 100 منتخب محلي وإقليمي وجهوي، بينهم برلمانيون ومسؤولون ظلوا لعقود يعتقدون بأنهم فوق القانون. معطيات مهمة جدا أوردتها جريدة الصباح تشير إلى تجريد 12 نائب من عضويتهم بمجلس النواب وعضو واحد من مجلس المستشارين، بينما ما تزال محاكمة 15 آخرين مستمرة أمام القضاء. هؤلاء كانوا بالأمس يرفعون شعارات الشفافية والنزاهة والرغبة في التغيير، وجدوا اليوم أسماءهم مدرجة في القائمة السوداء التي بدون شك ستنشرها جمعية المدنية وحقوقية، مرفقة بفضح وعودهم الانتخابية الفارغة ومقارنتها بما أنجزوه فعلا، وهو في الغالب لا شيء، صفر. حتى داخل الأحزاب ارتفعت الأصوات الغاضبة رافعة المذكرات عاجلة إلى وزارة الداخلية تطالب بمنع المفسدين من الترشح نهائيا، وإقرار ميثاق شرف جديد يعيد الهيبة إلى المؤسسات المنتخبة ويضمن خدمتها للمصالح العليا للوطن وللمواطنين، بعيدا عن جيوب الناخبين وأحلام الفقراء. في رسالة حازمة حذر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيس من استغلال المساعدات الخيرية القفف كورقة انتخابية قديرة، مؤكدا بأن وزارته لن تتساهل مع أي انحراف عن الطابع التضامني النبيل للعمل الخيري، وأن المسؤولين الترابيين يملكون، أي الولاة والعمال، يملكون كامل الصلاحيات لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع تمس بالنظام العام أو تتعارض مع القانون. هكذا إذن بدا واضحا بأن قطار تطهير المشهد السياسي في المغرب قد انطلق، وأن الكرسي الذي كان بالأمس حصانة أصبح اليوم فخا، وكل من تورط في إفساد العملية الانتخابية لن يجد هذه المرة أي مخرج للهروب. إنها معركة كسر العظام، من يصرخ أولا يخرج من اللعبة. وخلف الكواليس المغلقة لم يكن كثيرون يتصورون بأن قرارات المنع ستصل إلى حيتان كبرى كانت لعقود تمول الحملات الانتخابية للأحزاب وتفرض المرشحين على اللوائح. هؤلاء الممولون الكبار الذين اعتادوا شراء النفوذ عبر الحقائب الانتخابية والصفقات المشبوهة وجدوا أنفسهم فجأة أمام جدار منيع. وزارة الداخلية تراقب كل درهم وكل حركة وكل اجتماع في الفنادق الفاخرة أو المكاتب المظلمة. الأسماء التي كانت تعتبر ماكينات الفوز داخل الأحزاب لم تعد قادرة على ضمان النتيجة قبل بدء السباق، مثلما
كان يحدث في الأزمنة الغابرة، عندما كانوا يقولون مفتاح النجاح في الانتخابات يوجد في جيبنا. الممولون الذين كانوا يفرضون المرشحين ويمسكون بخيوط اللعبة صاروا اليوم تحت عدسة مكبرة تحصي أنفاسهم وتراقب كل تحركاتهم. وإذا استمرت هذه الحملة بنفس القوة والزخم فلن تسقط رؤوسا فردية فقط، بل ستنهار معها شبكات مصالح كاملة، وستجد بعض الأحزاب نفسها في حالة إفلاس انتخابي حقيقي بعدما تم تجفيف منابع المال الحرام الذي بنيت عليه قوتها. والسؤال الآن وهو الأخطر، عندما تقطع أوصال هذه الشبكات، هل ستنهار الأحزاب التي طالما استرزقت واعتاشت على جيوب الممولين، أم أنها ستغامر بالبحث عن داعمين جدد لتعيد تدوير الفساد بثوب جديد؟ على العموم هي قنبلة سياسية تنفجر في قلب المشهد وترسل رسالة مشفرة لكنها مفهومة للجميع. لا أحد أكبر من القانون، ولا مقعد برلماني أو جماعي يمكن أن يشكل درعا ضد العدالة. وما يحدث اليوم ليس قرارا إداريا عاديا، بل امتداد مباشر لرسالة الملك الصريحة في خطابه الأخير، حين شدد على أن انتخابات 2026 يجب أن تجرى في موعدها وأن تكون نزيهة شفافة، والأهم خالية من كروت الحرام. الرسالة واضحة: زمن التساهل انتهى، وزمن المحاباة قد طوي إلى غير رجعة. فكل من كان يعتقد بأن المال الحرام قادر على شراء الأصوات أو تزوير إرادة الشعب الناخب عليه أن يتهيأ لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز: المحاسبة والمساءلة. اللائحة السوداء التي تضم أسماء اعتادت الفوز بلا جهد إلا توزيع القفف وشراء الولاءات والزرقالاف ستكون بداية لسلسلة من الصدمات السياسية التي ستعيد رسم خريطة النفوذ داخل الأحزاب قبل صناديق الاقتراع. وفي الكواليس يدرك المراقبون بأن هذه القرارات تمهد لزلزال انتخابي سيغير قواعد اللعبة برمتها، وأن حكومة 2026 ستولد في بيئة مختلفة تماما، حيث المفسدون خارج اللعبة والمواطنون أمام فرصة تاريخية لاختيار من يخدمهم فعلا وليس من يستغلهم. نحن إذن أمام لحظة فارقة في تاريخ الانتخابات المغربية. جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته ووزير الداخلية يترجمها على الأرض بلا هوادة، والفاسدون يترنحون ينتظرون فقط ساعة إعلان النهاية. والكرة الآن في ملعبنا نحن كمواطنين، أن نراقب، أن نفضح، وأن لا نصوت لمن خانوا الأمانة. وأنتم أصدقاء هذه القناة، هل تعتقدون بأن اللائحة السوداء ستنجح فعلا في تنظيف المشهد السياسي بالبلاد، أم أن الفاسدين سيجدون مرة أخرى طريقة للعودة بوسائل أخرى بالطرق التي اعتادوها وجربوها وخبروها واختبروها مسبقا؟ أتمنى صادقا أن تكتبوا لي آراءكم بكل قوة في ركن التعليقات أسفلها بكل جرأة، لكن طبعا في إطار الالتزام التام باحترام القانون والأخلاقيات. عبروا عن آرائكم، نحن نستفيد منها ونستمع ونقرأ كل كلمة تكتبونها. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس طبعا حتى تتوصلوا بكل جديد من ملفاتنا الساخنة، لأن بدون أدنى شك القادم أخطر بكثير مما تتصورون. تحياتي العطرة الأخوية الصادقة من القلب لكم جميعا، لكل من وصل إلى ختام هذه الحلقة. هذا احترامي وتقديري لكم الصادق من القلب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.
قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تيفي.